أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في قناتكم المفضلة، قناة سحر أسود لكل محبين حكايات الرعب. النهاردة معادنا مع حكاية حقيقية، مش مجرد قصة من قصص الرعب الخيالية. سهرة رعبنا النهاردة مع عمارة الرعب، عمارة الفزع، عمارة الخوف والهلع، عمارة رشدي. كل مدينة فيها أماكن غامضة، بس في اسكندرية في مكان ارتبط اسمه بالرعب من زمان قوي. الاسم ده هو عمارة رشدي، اللي ناس كتير بيقولوا عنها إن أي حد يدخلها عمره ما هيخرج منها زي ما دخل. بس خلي بالك، اللي هتسمعه دلوقتي مش للقلوب الضعيفة، فجمد قلبك بقى كده ويلا سوا نبتدي سهرة رعب جديدة. ولو عايز تكتشف باقي حكايات الرعب معانا، ما تنساش تشترك في قناتي على اليوتيوب، قناة سحر أسود، وتفعل الجرس وتكتب لنا كومنت صغير يشجعنا، علشان الرعب الحقيقي لسه ما ابتداش. وخليك دايما مستعد لكل جديد. عمارة رشدي، لعنة الزمن. في حي رشدي في اسكندرية، الحي المشهور اللي تتقابل فيه دوشة المدينة مع هدوء البحر، بنشوف عمارة قديمة تحسها كده من الزمن القديم، مش الزمن بتاعنا. العمارة دي ما كانتش مجرد عمارة مهجورة، لا، دي كانت مليانة بذكريات، بس ذكريات حزن وموت. عمارة مليانة أسرار لسه ما اتكشفتش. عمارة رشدي مع مرور الزمن بقت أشهر من النار على العلم، مش بس في اسكندرية لكن في مصر كلها. بقت جزء من أسطورة بيحكيها ويتحاكى بيها الناس، وما فيش أي حديث بيخلو من ذكراها. العمارة دي كانت مليانة بتاريخ حزين قوي، صعب تلاقي حد ما يعرفش عنها حاجة. كل الناس كان عندها قصص، وكل واحد كان ليه رأي في المكان، بس في النهاية كلهم بيخافوا يقربوا منها. العمارة اتبنت سنة 1961 على إيد واحد اسمه نيكولاس، كان يوناني. جه هو وأسرته علشان يعيشوا في مصر. هو كان متحمس جدا للمكان، وحب إن هو يبدأ حياة جديدة، وما كانش يعرف إن العمارة دي هتكون بداية النهاية ليه، في الجحيم. مش بس ليه، ده ليه ولأسرته كمان. في البداية كان كل شيء تمام. بعد أيام من استقرارهم في العمارة، قرر نيكولاس إن ياخد ولاده في رحلة صيد في البحر. رحلة عادية، تبان إنها عادية، بس للأسف النهاية كانت مؤلمة. ودع نيكولاس زوجته وخد ولاده، وما كانش يعرف إن الوداع الأخير. في بداية رحلة الصيد كانت كل حاجة ماشية كويس، بس فجأة الأمواج ارتفعت والبحر هاج، وفي ثواني معدودة المركب كانت بتغرق، وبيغرق معاها نيكولاس وولاده، وبيغرق كل أحلامهم. كلهم غرقوا في البحر واختفوا من الحياة، واختفت معهم كمان أجسامهم. حاول ناس كتير يدوروا على جثثهم، بس للأسف محدش عرف يلاقيهم. بعد الحادث الأليم ده عاشت ميراته أيام كتيرة قوي مصدومة، مش عارفة تستوعب إن كل حياتها وأحلامها وجوزها وولادها كلهم اختفوا كده فجأة. كانت أحيانا وهي قاعدة بالليل لوحدها بتشوفهم في كل ركن من أركان الشقة، بتسمع صرخاتهم وهم بيغرقوا. ما قدرتش تستحمل كل ده، قررت إنها تبيع العمارة وتسيب البلد كلها وتمشي، وكأنها بتهرب من لعنة المكان. ومن وقتها العمارة بقت رمز للشر واللعنة. أي حد كان بيجي يسكن فيها حياته كانت بتتغير وبتتحول بشكل غريب للأسوأ. فضلت العمارة فترة طويلة مهجورة، لحد ما واحد جه اسمه حسن اشترى العمارة، وكان هدفه إن هو يأجر الشقق اللي فيها. في البداية الأمور كانت ماشية تمام، بس للأسف سرعان ما الحوادث الغريبة بدأت تظهر. أول حد سكن في العمارة كان رجل أعمال اسمه يوسف. بعد ما سكن بفترة حصل حريق ضخم جدا في شقته، وللأسف فقد حياته في الحريق ده. ولما اتفتح تحقيق علشان يعرفوا سبب الحريق، ملقوش أي سبب واضح، وده خلى الناس تربط الأحداث ببعضها، وبدأوا يفتكروا
ويتأكدوا إن في لعنة كبيرة قوي في المكان ده. بعد كده جه دكتور جميل اسمه دكتور خالد، كان شاب مصري فتح عيادة ليه في الدور التاني. كانت عنده أحلام كتيرة قوي نفسه يحققها، بس بعد أيام قليلة من افتتاح العيادة بتاعته اتعرض دكتور خالد لحادثة عربية كبيرة قوي، وللأسف مات. وده كان تاني حادث غريب يحصل، وبدأت الناس تتأكد أكتر إن في لعنة بتأذي كل سكان العمارة المشؤومة دي. بعد الحادث ده فضلت العمارة مهجورة فترة لغاية التسعينات. في الفترة دي قرر شاب اسمه حسام هو وعروسته منى إن هما يتحدوا كل الأساطير المرعبة اللي بتتكلم عن لعنة العمارة دي، وقرروا إن هما يجوا يعيشوا فيها رغم كل التحذيرات اللي اتقالت ليهم. أول ليلة ليهم في الشقة بدأ دم غريب ينزل على جدران الشقة، حتى الحنفيات كانت بتنزل مية حمرا زي الدم، وده خلاهم يدخلوا في حالة من الرعب والخوف. حاولوا إن هما يهربوا، بس للأسف ما لقوش مخرج، ولقوا قدامهم قطة سودة ضخمة وراهم صوت خطوات مرعبة. وفي اللحظة دي لقوا ست مرعبة قدامهم ظهرت فجأة، راسها مقطوعة، وعلى الأرض بصوا لقوا راسها المقطوعة بتضحك ليهم ضحكة تخوف. حاولوا يهربوا من المكان، بس للأسف مفيش مخرج. خوفهم زاد واترعبوا، خصوصا بعد ظهور كائن غريب أسنانه ضخمة وحادة بتقرب منهم وكأنه عايز يبلعهم. وفي لحظات لقوا نفسهم مرميين في الشارع شبه عريانين، وكل أجسامهم مليانة دم. القصص حوالين العمارة كترت. من بين القصص دي إن في شيخ من الشيوخ المشهورين قرر إن هو يروح العمارة ويقرأ فيها قرآن علشان يطهرها من اللعنة اللي صابتها. كان اسمه الشيخ محمود. أول ما دخل العمارة حس بحاجة غريبة، حاجة مش مظبوطة. لما حاول يطلع الدور الأول لقى السلم اختفى من قدامه. بس الشيخ محمود كان مصمم إن هو يطهر العمارة دي من لعنتها. كان كل يوم بيحاول يطلع ويقرأ قرآن، بس بمجرد دخوله كان السلم بيختفي. وفي اليوم السابع الناس لقوا الشيخ محمود مرمي في الشارع وفاقد النطق. وبعد أيام قليلة قوي الشيخ محمود مات. اللي شافوه قالوا إنه كان خايف ومصدوم ومرعوب من اللي كان بيشوفه في العمارة في أيامه الأخيرة. العمارة دي بقت فعلا مكان للشر، والناس عجزت إنها تلاقي تفسير لكل اللي بيحصل. وفي سنة 2012 قرر مجموعة من الشباب المغامرين إنهم يدخلوا العمارة، وكانوا بيقولوا إن كل الحكايات دي يعني شوية خرافات، وقرروا إنهم يكتشفوا الحقيقة بنفسهم. اتجمع الشباب في يوم من الأيام في ضلمة الليل، ودخلوا من الجراج اللي جنب العمارة. كانوا فاكرين إنهم هيلاقوا كل حاجة طبيعية زيها زي أي عمارة قديمة يعني، بس بعد شوية بدأوا يسمعوا ويشوفوا حاجات غريبة. المكان كان كله مليان ظلال، الجدران كانت بتتحرك، وحسوا إن الدنيا بتلف بيهم، وكأن المكان هو اللي بيحركهم مش العكس. بدأت أصوات خطوات مرعبة تقرب منهم بسرعة، وكان كل ما يحاولوا يهربوا يلاقوا الطريق اللي دخلوا منه مسدود، وفي ثواني بسيطة واحد منهم اختفى. فضلوا يدوروا عليه لكن للأسف ملوش أثر. لقوا نفسهم عايشين حالة من الذهول والفزع، عايشين كابوس مفيش منه مفر. عمارة رشدي بقت أسطورة، والناس بقت متخيلة إن كل اللي هيدخلها هيتجنن أو هيختفي للأبد. وكان كل ما يمر الوقت بتزيد القصص اللي بتتقال عن المكان ده، لدرجة إن العمارة دي بقت مزار للناس الفضولية بيجوا يزوروها في وقت متأخر من الليل عشان يكتشفوا الخبايا اللي جواها. لكن للأسف كانوا بيختفوا زيهم زي اللي قبلهم. الكل بقى يخاف حتى يجي جنبها. الكل بيسأل هل هي فعلا مجرد خرافات ولا فعلا لعنة وصابت المكان؟ وبعد كل الأحداث المرعبة دي في العمارة
هي العمارة ما بقتش مجرد مكان مهجور، لا، دي بقت كائن حي مليان بالأسرار. وأكتر واحد عاش كل الأحداث كان عم إبراهيم بواب العمارة. عم إبراهيم كان ساكن في الدور الأرضي، كان راجل عجوز ومبهدل. وفي يوم من الأيام قرر واحد من الصحفيين إن هو يحقق في موضوع العمارة الملعونة دي. وصل الصحفي للعمارة وقابل عم إبراهيم وبدأ يتكلم معاه. كان عايز يعرف منه بالظبط هو إيه اللي بيحصل جوه. بس عم إبراهيم بصله برعب وقال له: ما تجيبش يا ابني سيرة المكان ده تاني. المكان ده كل اللي بيقرب منه ما بيرجعش زي ما كان. الصحفي حاول يسأله عن الحاجات المرعبة اللي بتحصل في العمارة، بس عم إبراهيم رد عليه بصوت متكسر وقال له: المكان ده يا ابني كله لعنات. الناس بيدخلوا فيه، بس لما بيخرجوا منه بيكونوا خسروا راحتهم، ومش بس راحتهم، لا، بيخسروا حياتهم كمان. في اللحظة دي الصحفي بدأ يحس بإن في حاجة تقيلة قوي في الجو، حاجة مش طبيعية. قال لنفسه: فعلا عمارة رشدي دي مش زي أي عمارة، دي كائن حي بيحس بكل اللي بيحصل حوالين جدرانه. وانت ماشي قدام عمارة رشدي هتحس ان في عيون بتراقبك من ورا الشبابيك المقفولة، أصوات خطوات ماشية وراك مهما حاولت تسرع خطاك. ولو رفعت راسك فجأة ناحية العمارة هتلاقي ست مبتسمة ابتسامة غريبة، وفي ثواني هتلاقي الست دي اختفت. السؤال هنا بقى، هو انت شفت الست دي بجد ولا العمارة بقت بتلعب بعقلك؟ لو عايز تعرف حكايات أكتر اشترك في قناتي على اليوتيوب، قناة سحر أسود، علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تسيب لنا كومنت صغير يشجعنا ويخلينا نوصل أكبر عدد. وخليك دايما مستعد لسهرة الرعب الجديدة اللي بنجهزها ليك. لا تنسى الإعجاب وتفعيل زر الاشتراك للاستمرار.